يعني ايه يعني ايه علبة حلاوة المولود 2 كيلو ب600 جنيه؟ بجد يعني ايه يعني؟ ازاي يعني؟ يعني بجد ايه الاسعار دي؟ علبة حلاوة المولود 2 كيلو ب600 جنيه؟ يعني طبعا جوزي فاكر ان هو لما يخش عليا بعلبة حلاوة المولود ب600 جنيه انا كده هفرح، يعني كده بيفرحني. طب ما كان اداني حق ناشف وانا كنت جبت لها اللي انا عايزاه يعني. انا مش فاهمه. هو اكلمه قال لي قولي دي من عند الحاجه عرفه. يعني ايه من عند الحاجه عرفه؟ والله ده لو من على جبل عرفه ما هتكون بالسعر ده يعني يا جدعان. دي طبعا الخناقه اللي حصلت بيني وبين جوزي. وحشتني جدا من الفيديو اللي فات، الفيديو كده دردشه وهزار مع بعض. آه كل سنه وانتم طيبين. وحشتوني جدا. طبعا جوزي لقيته جاي وجاب لعبه حياة المولد دي، وفي الاخر قال لي ب600 جنيه. طبعا انا ما صدقتش، بس لقيت كده في ورقه كده بون كده في الشنطه فعلا مكتوب عليها 600 جنيه. طبعا العلبة محتوياتها كويسة الصراحة، نضيفة، مختلفناش، بس يعني مش السعر ده. احنا عندنا في المنطقة اللي انا فيها كيلو الحلاوة ب150 جنيه. كان اداني 600 جنيه، كنت جبت 2 كيلو ب300 جنيه، وكنت يعني كمرت ال300 جنيه اللي باقيين يعني. فيها كاجو يا جماعة، فيها كاجو، فيها لوز، وفيها بندق، وطعمها حلو قوي. يعني طعم الحاجة اللي فيها حلو قوي، لان انا بمنتج لكم الفيديو ده بعد ما اكلت من كل حاجة طبعا يعني. دي السمسمية اللي احنا متعودين عليها، بس طعمها مكرمل كده وحلوة قوي، يعني مش بس يعني سمسمية اللي هي بنجيبها على طول، لا طعمها مكرمل، طعم كراميل كده. تمام. ودي الحمصية والحاجات بتاعتنا التقليدية متعودين عليها هي. بس في معظم الحاجات فيها الطعم مختلف تماما. يعني السودانية دي طعمها مختلف، طعمها كده كراميل كده، يعني سوداني بكراميل هي، والسمسمية كذا حاجة فيها كده طعمها حلو قوي بصراحة يعني. دي كمان كان طعمها حلو قوي، لان هي كان طعمها، عارفين طعم شوكولاته مع كراميل يعني مكعب شوكولاته، مكعب كراميل، مكعب نعناع، مكعب فراوله. كان طعمها حلو بجد. ودي اللي احنا متعودين عليها دايما، اللي هي قمر الدين اللي بتبقى محشيه جوز هند وكده. الملبن ده كمان تقسيمته كانت حلوه وطعمه كان حلو، مع اني انا ماليش في الملبن خالص، بس بصراحه كان طعمه حلو يعني. عجبني شكل العلبه وتقسيمه العلبه، بس برضو السعر غالي. ودي سمسميه برضو. نرجعها كده زي ما كده عشان بعد التصوير نرجعها مكان المحل يعني. بهزر طبعا، لان انا عيالي فتحوها وكلوا منها. دي طبعا محشيه، الملبن ده محشي عين جمل يعني. طعمه حلو قوي محشي عين جمل. وانا بحب المكسرات كلها، يعني المكسرات من اول السمسم والسوداني والعين الجمل والفستق واللوز والكلام ده كله، انا بحب المكسرات قوي، والتسالي كلها واللب والكلام ده كله، انا بحب الحاجات دي. طبعا انا كان جوزي عشان ايه يرضيني، فقال لي خد ال400 جنيه وانزلي هاتي بقية الحاجات اللي انت عايزاها، اللي هو بقى ال1000 جنيه يعني. فقلت له لا ازاي، ما ينفعش انزل لوحدي ازاي؟ لا، وبعدين أنا يعني باخد الفلوس دي تيجي تشوف الاسعار بنفسك، وانا باخد الفلوس دي اديها لامي مثلا ولا احطها في جيبي؟ لا تعالى. طبعا عشان انا مش مقتنعه بال400 جنيه، عشان هو لو جه معايا هيدفع اكتر يعني، بس بينه وبينكم. المهم انا نزلت بقى بعد الحاجات ديت، نزلت انا وهو عند العطار او البقال اللي تحت البيت. آه، جبت الحاجات دي. كنا فعلا اخر الشهر وكنت محتاجه شويه حاجات كده للبيت. طبعا جبت حاجات ما كنتش عامله حسابها، وحاجات انا نازله عشانها، اللي هو الزيت ومش عارف ايه ده كله، انا الصراحه نازله علشانه يعني. الزيت والبيض ومش عارف ايه الحاجات دي نازله عشانها، بس الرنجه ديت انا ما كنتش عامله يعني حساب ان انا اجيبها. جبت الرنجه ديت الكيلو منها ب90 جنيه. فقال لي انا هوزن لك اتنين زي ما يجوا، قلت له ماشي. طبعا الاتنين جم ب62 جنيه. تمام.
تقريبا كانوا قال لي 650 جرام او حاجه كده، يعني اكتر من نص كيلو، كانوا ب62 جنيه. الاسعار يا جماعه صعبه جدا والله، تحت صعبه جدا جدا جدا، يعني حاجه غاليه قوي قوي قوي. والصراحه اللي كان هيشيلني بصراحه البيض، طبق البيض ب140 جنيه يعني. انا بقالي كتير جدا ما جبتش طبق على بعضه، بجيب النص طبق يخلص اجيب غيره، اجيب مثلا 15 بيضة 10 بيضات كده يخلص اجيب غيره، ما بجيبش ابدا الطبق دلوقتي. طبعا انا جايبه نص طبق البيض يا جماعه 15 بيضه ب70 جنيه. فيعني والله العظيم حاجه صعبه جدا، انا كنت هتشال وانا واقفه بتكلم على البيض بالذات يعني. تمام. جبت كمان عشان المدارس بقى خلاص كمان يومين، كل سنه وانتم طيبين. جبت علبه نوتيلا ديت، وهي مش النوتيلا اللي هي الاصليه طبعا، بس قلت اي حاجه خلاص ما بيحبوها الصراحه، بيحبوها بكل انواعها يعني وماركاتها، اسمها ماكتيلا او حاجه كده يعني. جبت ديت، ودي كانت ب65 جنيه، لا ب75 جنيه. تمام، ب75 جنيه ديت قلت كيلو. تمام، يعني الرنج كانت ب62، البيض 70، النوتيلا 75. جبت هنا كمان الزيت ده، كان ب39 جنيه، اللي هو ال800. جبت ازازتين بس. واحدة ب39 جنيه. تمام. جبت كمان عرض التونة ده، اسف عشان بصور بايد وبطلع حاجات بايد تانية. العرض ده كان برضو بحاجة و60 جنيه، يعني تقريبا كان بدون 63 حاجة كده يعني. دي التونة اللي هي اصلا مش يعني مش كويسة، يعني مش حتة مش كويسة، يعني مش ماركة قوي، يعني حاجة مش معروفة قوي، عشان كده رخيصة شوية. انا جبتها عشان هي بالشطة بالفلفل، عارفين كده لما تفتحوها بتلاقوا فيها كده ايه، فلفلاية كده شطة. جبت ربع كيلو حلاوة ده ب30 جنيه، يعني كيلو ب120 جنيه، وانا برضو مش فاهمة ليه الاسعار دي. ده ربع كيلو ب30 جنيه. طبعا انا جبتها علشان خاطر هو جوزي بيحبها الصراحة، وانا قلت يعني الراجل عمال يدفع يدفع، يعني نجيب له حاجة بيحبها، هو بيحب اوي الحلاوة والعسل بصراحة. تمام. جبت ديت ربع كيلو ب30 جنيه. جبت 2 كيلو لبن. طبعا عند البقال ده اللبن مش غالي اوي الصراحة، ب22 جنيه، يعني عنده كلهم 25 ومش عارف ايه ب30 وكده، لا عنده ب22 جنيه. جبت 2 كيلو. وجبت العسل ده كيلو ب38 جنيه، طبعا برضو العسل غالي قوي، يعني جبت كيلو نصين ب38 جنيه. ده نص. وده كده نص. ب38 جنيه الكيلو. وطبعا عايزه اقول لكم انا بساله على السكر، قال لي مفيش. يعني ايه مفيش سكر؟ يقول لي مفيش والله، العربيه هتجيب دلوقتي يعني شويه كده، حضرتك ابعتي حد ياخد. يعني ايه مفيش سكر يا جماعه؟ السكر ب30 جنيه ومفيش ازاي؟ وجبت اخيرا عرض الخل ده، كان الاربعه ب11 جنيه. طبعا الخل ما بجيبش نضيف قوي قوي، لان انا بستخدمه مثلا ايه في غسل الفرن.